وضعت منطقة طنجة المدينة مخطط عمل مبني في الأساس على البروتوكول الولائي الصادر على القيادة المحلية. الأساس ديالو هو التتبع وتأمين الحدث الاحتفالات الخاصة بالمواطنين والأجانب على حد سواء، وساهمت فيه مختلف المصالح التابعة لمنطقة طنجة المدينة كدوائر الشرطة، أقسام حوادث السير، بالإضافة للهيئة الحضرية، وذلك بطبيعة الحال بالتنسيق وبدعم من مختلف مصالح ولاية الأمن طنجة كالشرطة القضائية، السلامات العامة، القيادة العليا للهيئة الحضرية لا سيما قسم المرور، كذلك باقي الفروق ذات الاختصاص النوعي والخاص والتقني. الأساس هو أنها تأمن الحدث بحيث مخطط العمل كان على شكل تشكيل دوريات على مستوى القطاع منتشرة في مختلف القطاعات ديال المدينة، كتأمن تواجد المواطنين والأجانب على حد سواء، بالإضافة لوحدات المرور اللي كتنظم بطبيعة الحال السير والجولة على مستوى القطاع ديال المدينة ككل والمنطقة بشكل خاص. كذلك في نفس الإطار وضع سدود قضائية وإدارية الأساس ديالها هي ضبط الحالة أو الدخول ديال الأغيار اللي كيلتحقوا بالمدينة من أجل الاحتفال كذلك، وكيتم الضبط ديالهم على مستوى النقطة ديال السد من خلال التفتيش والمراقبة والمنع ديال أي شيء مخل بالأمن بطبيعة الحال.